فعلا مفيش لعيبه في برج العرب. اتكلمت في فيديو قبل كده وقلت ان انا مش شايف لعيبه في برج العرب، لكن مش ده كان الغرض من الفيديو. الغرض من الفيديو كان تحفيزي لا اكتر ولا اقل. انما لو هنتكلم في سياق الموضوع ان في لعيبه في برج العرب ولا لا، هو فعلا في لعيبه في برج العرب ولعيبه كتير. في خلال الفيديوهات الجايه هعرفك اللعيبه اللي موجوده في الدوري الممتاز ومن هنا من برج العرب. لكن برضه عشان اكون صريح معاك، هي راجعه لاهداف الشخص نفسه. يعني انا واحد من الناس ما بعترفش ان حد عمل حاجه غير لما يكون في مكانه كبيره فعلا تستحق. فاهمني ازاي؟ انت بالنسبه لك ممكن تكون شايف ان الممتاز به خطوه كويسه، بالنسبه لي انا ممكن اكون مش معترف بالدوري المصري مثلا. هي وجهات نظر فاهمني. لكن من ناحيه في لعيبه في لعيبه. وبالنسبه لحوار المنتخب، فانا هنزل فيديو قريب هيكون فيه كل التفاصيل. انا عايزكم تبقوا مستعدين عشان اللي هيحصل الفتره الجايه مش هزوق فيه ولا هعلي التوقعات، بس انا شخص عايز ينجح المكان اللي هو فيه وينجح كل حد عايز يعمل حاجه. ده الموضوع باختصار. عشان كده بحاول اعمل حاجه مختلفه. قريب هنزل لكم التفاصيل، فاستنوني وما تنسوش تصلوا على النبي.